بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بما اننا بقينا في موسم الشتاء والكرنبيط بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده تحفة ولونه تحفة وشكله تحفة. هنعمل مع بعض شوية كرنبيط بس احلى من البنات. نبدأ كده مع بعض الاول. نقطع الكرنبيطاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايزة اقولك على حاجة بقى، لما تجيب الكرنبيطاية تجيبها مكبسة زي دي كده، متجيبش اللي هي بتبقى مفرغة عشان ما تتفرفتش منك في المية. بص حبايبي، الكرنبيطاية كده ماسكة بعضها، ولو في حاجة اتفرفطت منك كده او حتة صغيرة ما انتش عايزاها كده هنحطها في المخلل، مش هنرمي اي حاجة بس هنخففها كده شوية عشان تستوي الزوايد دي كده. بسم الله. الزوايد الرفيعة دي هنخللها، مش هنرمي اي حاجة دي كده، تبقى الزهرة بالشكل الحلو ده كده. ماشي. انا بقى لو عايزاها بالحجم ده ممكن تفرغها كلها بالحجم ده، تنزعي كده الجلدة دي عشان دي مش هتستوي معاكي في المية وهتبقى خشنة في الاكل. بص حبايبي، الزيادة ديت بدل ما تنزل في المية وتفرط نحطها في المخلل احسن. شفت شكل الزهرة اهي. ممكن دي خففها شوية كمان كده عشان محدش بياكلها. بس اهي ده بقى ونوريهولكوا بعد ما نخلص. يلا حبايبي كمان واحدة مع بعض اهي، عشان اللي ما شافش خدش باله من الاولانية. ناخد الزهرة كده ونضفها كويس عشان الحتت الخضرة دي بتبقى ناشفة وتخلي الخلطة تسيب من عليها. وناخد الزيادات دي كده، اللي يطلع معاك الزيادة كده هنعملها في المخلل. هنبقى نعمل معاكم فيديو المخلل ده ان شاء الله. يلا بينا بقى على على النار، نحط المية على النار ونسلقهم مع بعض. حبايبي نحط الحلة المية على النار اهي. لازم 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 نحط فيها شوية كمون حلوين كده عشان خاطر الغازات اللي في الكرنبيط، وشوية ملح صغيرين عشان احنا هنحط ملح في الخلطة. وننزل كده بالكرنبيطة كده من تحت عشان ما تتهريش. بسم الله. خلي ديت كده لتحت. نحط المقاسات الكبيرة كلها مع بعضها عشان تاخد سوا واحد، بعد كده ننزل بالصغيرين لوحدهم كده. ديت دوب غدت لها غلوتين اهي. ننزل بالصغيرة بقى كده عشان كله هيبقى في سوا واحد، يبقى المعدل واحد. الصغيرين بس في ناس عندي بتحب الصغير ده احسن من الكبير، بس بقى الحبة الحلوين اللي فاضلين الصغننين دول هنسقطهم في المخلل. حبايبي نطلع مع بعض الكرنبيط استوى اهو. بس هتعرفيها ازاي؟ هتغرزي الشوكة كده هتدخل فيها، بس لسه ماسكة شوية عشان مش عايزينها مهرية، عشان هي لسه هتقلي في الزيت اهي. بصي كده تمام. الشوكة تغرس فيها بس تكون ماسكة نفسها كده خلاص. بصوا حبايبي اهي. خلاص احنا خلصنا الكمية كلها اهي ما شاء الله اهي. طبق في الهوا كده تسيبها تتهوى مع نفسها اهي. بعد ما تبرد هنعمل مع بعض الخلطة ونحمر مع بعض ان شاء الله. مع بعض الخلطة بتاعت الكرنبيط مش هنحتاج اكتر من بيضة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نحط لها ذرة فلفل اسمر بس عشان الزفارة، عشان الكرنبيط مش بيحب الفلفل الاسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا
بعد ما ضربت البيضة كده حلو، هنحتاج بقى كوباية مية، لو عايزة تحط لبن مفيش مشكلة. وهنحتاج مع بعض كده ايه، حوالي 3 معالق كبير كده، معالق كبار كده دي حلوين. ونشوف العجينة قدامي يعني هتبقى ايه. نحط شوية ملح صغيرين عشان حاطين شوية ملح ايه هو بيتسلق. وطبعا الكرنبيت روحه في الكمون. بسم الله كده، حبة كمون محترمين. ونبدأ نضرب الخليط ده كده مع بعضه. نزود المية. المرحلة دي هتعوز لها بس معلقة دي واحدة كمان، عشان خاطر ايه، احنا عايزين الخليط لا هو سميك ولا هو سائل، عشان ما يخرش من الكرنبيطة وانت منزلاه في الزيت. اعتقد ان كده تمام. فصين توم بس 2 اهم، عشان التوم ما هو الا ريحة. ادي فص التوم اهو. يبقى كده حطينا البيضة والخمس 4 5 معالق دقيق والفلفل والكمون، اهم شيء الكمون والملح وفصين التوم، ونزلت ايه كده بالعود الكزبرة الحلو ده. كده تمام. حط لها سنة شطة خفيفة كده مفيش مشكلة. كده الخليط تمام اهو، لا هو خفيف ولا هو تقيل. بقى الكرنبيت في الخلطة، وحط الزيت على النار الأول محترمين كده، عشان ايه ما يبقاش ناشف الكرنبيت. بص حبايبي كده عملت الخلطة بتاعت الكرنبيتة. بسم الله كده. التحلية اللي محدش عملها على اليوتيوب ولا في اي حتة الا انا. ده بقسماط وعليه كيس فيجيتار حراق بارد اللي يناسبه. هناخد من الخلطة دي كرنبيت كده نصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الزيت طبعا يكون سخن كويس. بسم الله. بس على النار وسط كده عشان ما يتلسعش، وهو اللي يبقى لسه ايه الخلطة مستوتش كويس. بص يا حبايبي معايا الكرنبيت اهو خد لون اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. بص الفرفشة. فراخ كنتاكي اهي، مش كرنبيت. بسم الله ما شاء الله تحفة. حبايبي عايزة اوريكم القرمشة، مفيش احلى من كده اهي. بسم الله ما شاء الله تحفة. مفيش احلى ولا اجمل ولا ألذ ولا اطعم من كده. لازم تجربوا الوصفة بتاعتي، ولازم تعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس اهم شيء. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. فضيهم.
تحفة. والله بسم الله ما شاء الله يستحق التجربة فعلا. تحفة. اللي مش هيجرب الوصفة دي هيبقى فايته كتير 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 كتير. يلا بقى، لو عجبتكم وصفتي او عجبتكم طريقة الكرنبيت، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي، واللي ما اشتركش في قناتي اشترك. والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.